هلا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب ان شاء الله كل بخير وصحة وعافية. شوفوا لي الاجواء شوي حلوة. طبعا هذا بيت اهلي، حتصير المغرب فحبيت ارش الزرع او النباتات. بتشوفون ذيك البطالة؟ طبعا هذا سماد للنباتات، يعني ماما هسه راح تنزل وتسولف لكم عليه، يعني كل شي ما اعرفه بهاي السوالف. نباتات هنا خبيرة امي راح اسولف لكم عنه وشلون تعتنون بيه وشنو اللي يعيش بهذه الاجواء الحارة وشنو اللي ما يعيش. يعني نصائح عامة عن النباتات. يلا. السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شلون الصحة؟ يا رب إن شاء الله الكل بخير. طبعا أنا أشكر كل بنية سألت علي، تسأل عليكم العافية حبيباتي. طبعا تشوفوني أنا هسه بالحديقة، وعندي موضوع جدا مهم وياكم يخص النباتات والتسميد في الصيف. طبعا احنا هسه بداية الشهر السادس إن شاء الله، يا ربي صيف الله يجعله علينا حلو، مو كلش حار. المهم احنا نجي للواقع انه احنا صيفنا حار جدا. فبهاي الحرارة بنات شلون تستعملين السماد للنباتات؟ بما انه اني صاحبة التجربة واني عراقية وبلدي العراق والجو اللي اني عايشته، بنات لا تاخذون النصائح من بلدان اخرى. يعني تجين تسمعين مال وحدة تحكي بلبنان أو بالأردن أو فلسطين أو الجزائر أو المغرب أو هذول كلهم البلدان جوهم الصيف يختلف عن جونا. إحنا جونا يعني حتى متعامدة، الشمس علينا متعامدة. المهم بنات، طريقة التسميد أولا خل نقسم النباتات. هي النباتات أكو ظلية تعيش داخل البيت، وأكو خارجية تعيش خارج البيت. هاي طريقة تسميدها شكل، وهاي طريقة تسميدها شكل. المتعارف عليه طبعا الشيء الأكيد السماد العضوي ممنوع منعا باتا تستعمليه، لا داخلي ولا خارجي. هاي أهم نقطة أبدا ما نختلف عليها، لأن تعرفون أنتم السماد العضوي خصوصا السماد الحيواني هذا يكون حار جدا، يعني يخلوه بالشتاء على مود يدفي النبات، يطدفوا للنبات، فأنت تجين تحطيه بالصيف يعني دا تحرقين النبات. هاي ما نختلف عليها. نجي على النباتات الداخلية، احنا عندنا ال NPK المتوازن العشرينات. هذا بنات إذا أنت كنت تخلين مثلا خاشوقة باللتر مالتك، تقومين تخلين ربع خاشوقة. تعرفون شنو ربع خاشوقة؟ وإذا الدنيا حارة كلش يعني بالشهر كليته تحطين ربع خاشوقة بلتر. وأنا أفضل يعني من يجي تشوفين فصل كلش حار بينقحم، والله اترك التسميد، لأن التسميد يأذي النبات. أما النباتات الخارجية بنات فنجي عليها، أنتوا تعرفون فصل الشتاء هو فصل سبات، ما نستعمل له أصلا سماد. ليش؟ لأن هو أصلا النبات فيه سبات. بس فصل الخريف، فصل الربيع، فصل الصيف لا تسمد. بس بنات شوفوا هسه أني تجربتي الشخصية، أني إجاني الربيع الحمد لله وشكر ما قصرت ويا نباتاتي، وانتوا شفتوا ما شاء الله الورود والزهور مالتها كلها طالعة، أوراقها ما شاء الله كبار وخضرة وحلوة ويانعة. هذه ليش؟ بين جمعة وجمعة أنا أسمد. عندي NPK، عندي الورقي، عندي شو يسموه مال الطحالب. هذا فتشيت طبعا كلش خنفشاري، هذا مال الطحالب ما شاء الله، يعني مدهم بالطاقة وبالنمو وبالفيتامينات اللي تحتاجها النباتات. وللعلم بنات من يصير الحارة الدنيا كلش، يعني مثلا أنا عندي يقول تخلين حبايتين بهاي السندانة، أخلي حباية، صارت حارة كلش والله ما أحط ولا حباية. زين سؤال، هو بيا شهر مثلا؟ هاي عندنا السادس، السابع، الثامن، التاسع، يعني هذن الأشهر حارة نار عندنا. سابقا طبعا ما كانت هيك. والله أنا أفضل النباتات الخارجية، يعني حتى لو ردت تسمدين الربع وتخليه.
بنات الشيء المهم، انتو اول شيء بالنسبة للنباتات الخارجية وحتى الداخلية، اول شيء تسقيها سقاية بحيث يعني تتشرب القاع مالتها مي، وورفت ساعة ونص ساعتين يلا تجين تحطين السماد. ليش؟ على مود ما ينزل على الجذور ويحرقها. هي تكون يعني شلون نقول القاع باردة والجذور ممتصة المي وشبعانة، فتجي السماد حلو عليها. زين بناتي ما يحرقها. وأنا بصراحة من التجربة الشخصية عندي شهر تموز وآب ما أسمد يعني ما مجبورة أنا أخسر نباتاتي، إحنا جونا حار كلش. زين حبيباتي، وأقلل كمية السماد. إذا شفت مثلا النبات محتاج، صارت الأوراق مالته صفرة، أقلل، قلت لكم أوصل للربع. زين حبيباتي بنات، أكو شغلة جدا مهمة لازم أنبهكم عليها، إنه وقت السماد مو تجين تسمدين والدنيا حارة ظهرية وعصرية، لا أبدا، تنتظرين المغرب تغيب الشمس. عندك المغرب وعندك الليل، هذا كله إلك. طبعا بعد ما تسقين الأرض أو السنادين مالتك يلا تبدين بالسماد، لأن بنات كلش حار يعني يتأذى النباتات. ديروا بالكم من هاي السالفة. النباتات الداخلية بناتي لا تقربوهن على الشباك، لا تقربوها، لأن هذا الشباك هم تعرفون بيه حديد، هماتنا يعني يكتسب حرارة، فهم يؤذي النبات. شوية بعدوها عن الشباك وخلوها حال البشر. يعني شلون انت هسه انسان بالصيف تحتاج برودة، تحتاج مبردة، سبلت، النباتات كذلك بنات. مو عبالكم يعني مثلا أنا عندي غرفة الخطار عندي واحدة منهن احنا نسميها مال الرياجيل. هذه أخاف أحد يجينا مثلا الأصدقاء، ولدي، أحد يعني مو من عائلتنا، دول مو ندخلهم يعني احنا جوا، مع احترامي إلهم، لا أكو غرفة خاصة بيهم يقعدون بيها. يعني القصد والمعنى من الكلام مالتي إنه هاي مو دائما ندخلها. فأنا شو مسوية؟ أفتح المبردة بيها، لأن خطية هذا نبات يعني أنا إذا ما حد يدخل يمه وماكو عليه برودة يموت بناتي، يموت مثل البشر. سبحان الله، عندها إحساس، تذبل وتتعب حالكم. شلون تفكرين أنت بروحك تفكرين بالنبات. فهذه هماتنا شغلة جدا مهمة أريدكم تنتبهوا لها. والمالتها تسميدها مرة بالشهر، مثل ما قلت لكم. إذا أنت تحطين ملعقة مثلا للتر أو 5 لترات، تحطين ربع ملعقة. أكو مثلا نبات الجاردينيا، هذا ما يتحمل إذا ما تحطي له حديد، دائما يحب الحديد. على الأقل مرة بالشهر حطي ربع ملعقة ويا اللتر واسقيها. طبعا بعد ما أنت ساقيتها بالمي، لا تنسون هاي السالفة، ما يصير تجيبون سماد قبل تدبوه على النبات. وبعد شنو اللي يعيش طبعا اللي يعيشن بنات يعني من خلال التجربة، وهي خير برهان. عندنا الياسمين بنات، الياسمين يعني أنا أنصح كل العالم والله العظيم، سواء بالشمال بالجنوب بالشرق بالغرب، هو نبات أولا شكله يخبل، وثانيا ريحته تخبل، ويحب الحرارة، يعني متآلف ويا الجو مالتنا. انت بس مجرد توفري له السماد شي يحب الحديد، كل شهر تعطيه مرة. والMPK المتوازن، وها هي تريدين تطلعي له الزهور تحطين اي NPK عالي الفسفور. شفتوا انتم مالتي شو ما شاء الله كليته ورد. وهاي ليش؟ لان انا بين جمعة وجمعة اسمد بصراحة، على مود شنو من يجيني فصل الصيف. هسه احنا راح نطب الصيف كلش، اني نباتاتي شلون ناطيتهن جرعة قوية على مود يتحملن الفصل مالتنا. زين حبيباتي، اتمنى انه هذه تاخذوها النصيحة. وعندكم الجهنمية كذلك، خود جهنمية هذه لا تحجون عليها، هاي وين هاي الجهنمية وين تحطوها تطلع، تحطيها بسندانة تطلع، تحطيها بحديقة تطلع، تحطيها بقاع مالحة تطلع، في دول عينها، يعني كلش خطية تتحمل. وشون اكو جهنميات الوان تجنن، الابيض والاحمر والبنفسجي والبرتقالي، واكو ذني اللي يركبوها الوان يسووها على شكل شدات ورد، يجمعوها كلها بحفرة واحدة، مثلا جهنمية برتقالية وردية بيضة، يحطوها بحفرة واحدة وهي تطلع.
يعني الجمال مالتها عاد والتنسيق تتنسقين. واكو جهنميات قزمية، هاي تصير سياج للبيت، تجنن بنات تجنن، يعني صدق صدق حلوة. وشفتوا ترى طبعا أنا زارعتها، أنا مو جاي بس أسولف لكم، لا أنا الشيء اللي أحب أزرعه. وعندنا الياسمين الأزرق، هذا الياسمين الأزرق بس الشكل مالته واللون ماله قد حلو وهم يتحمل. عندنا ملكة الليل الشبوية، هذه بس يصير وقت المغرب تقوم تفوح، حالة حال الياسمين سبحان الله. بس يصير وقت المغرب تشوفين الريحة الطيبة، يا اللي يفوت من ين بيتك يشتم ريحة طيبة. وأكو أطيب من الريحة الطيبة؟ يعني حتى الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام وصانا بالمسك والعنبر. ليش؟ لأن ريحتهم طيبة. فهذه خلق رب العالمين، وتتوقعوا شنو الريحة اللي تصير. البارحة احنا يعني الحكي بالتفاطين، البارحة طفت عندنا الكهرباء وابو المولدة مالته عاطلة هماتين. قعدنا بالحديقة، ديك القعدة الحلوة والله العظيم ولا حسينا بالوقت، بس تشتمين ريحة ياسمين وريحة الشبوي. شنو العطر الرباني الطيب والمنظر الحلو. أنا يعني أنصح حتى والله أكو مثلا بيتهم صغير مساحتهم صغيرة، انتي جيبي لك سندانة كبيرة وازرعيها. وطرق الزراعة يعني معلمتكم، عندي فيديوهات قديمة شايفتهم شلون أزرع الداخليات وشلون أداريهن، وحتى الخارجيات، والنصائح على مود الكيميائيات شلون تستعمليها. الكيميائي العضوي بنات، العضوي ديروا بالكم من عنده. العضوي من هو؟ الحيواني، السماد الحيواني بين قوسين بس بالشتاء يصير حار جدا، يصير على الجذور بالصيف. تدرون شلون يصير شكل مالته ينجح؟ من انت حاطته بالشتاء حطيتيه للسماد، هذا ورا 3 أشهر يتحلل. ايش عندك انت فصل الشتاء الاول والثاني والثالث، يجيك الربيع. فبهاي الحاله هي الجذور مو هسه بدا يتحلل، تقوم تستفاد من عنده فقط بس بهاي الحاله. اما ما تجين انت طاب عليك الربيع مثلا وجيتي خليتي السماد، هذا بين ما يتحلل يجيك الصيف، شو يصير بالنبات؟ فبنات هذا النبات العفوا السماد العضوي هذا تركوه رجاء، لا تفكرون به بالصيف ابدا. وعندنا الكومبوست، هذا السماد النباتي الكومبوست، وعندنا البتموس، هذين كلش حلوات للنباتات الداخلية وحتى الخارجية، وما بيهن أذية. ممكن تستعملون هيك ترشون رش كل شهر، أرش لي رشة على الأرض مال الزرع مال السندانة سواء أو الحديقة، كلش حلو، هم يقويها للقاع. طبعا كان ماما سوتيكم سماد، يعني سمدت قدامكم، بس هذا الشهر ما يصير، فراح تقولون الفيديوهات السابقة كلها بالتفصيل شلون السمد، شنو ايش قد القياسات مالتها. واكو الاحماض الامينيه بنات، يعني ترى مو عبالكم بس سماد، اكو احماض امينيه، اكو شو اسمه هذا مال الطحالب، اكو مال السمك. يعني العلم دا يتطور، مو اني اروح اجيب لي خميره واجيب لي قشور مال موز زين. هذه انتم يعني ما فكرتي انت بالحشرات اللي راح تلتم بالنمل حتى الريحه شنو. يعني ترى العلم متطور، وحتى هذني اسعارهم بسيطه، يعني لا تصورون هاي فد غاليه لو شيء، لا ابدا. واكو طبعا اكياس يبيعون مال بذور، شنو اللي يعجبك تسوين الواح تزرعين حتى بالسطح. هذا السطح ماكو مال البيت، والله العظيم انا لو ما شويه السياج مال السطح ناصي، حتى بالسطح اسوي حديقه ازرع بها الطماطه، ازرع باذنجان. هسه تقولون الطماطه والباذنجان مكومات بالسوق، اي صح مكومه ورخيصه هماتين، بس ما اعرف يعني الواحد اللي يزرع بايده وياكل من ايده، اولا انت ما خالت له كيميائيات، هاي وحده انت متاكده من عندها انه ربع على ايدك بدون كيميائيات وبدون هالاشياء اللي يستعملوها، بحيث حتى الطعم مالته هسه متغير. دا تشوفون ايش قد متغير الطعم، لا طماطتنا مثل قبل، ولا بوتيتتنا مثل قبل، ولا حتى خيارنا مثل قبل. ليش؟ بسبب الكيميائيات اللي يستعملوها. فبناتي مو مسألة انه
أوي وجه دعوة وقحط والسوق متروس، لا، أي شيء واحد بإيده أنا أشوفه أطيب. حتى تسوي لك ألواح مثلا مال كرافوس مال رشاد ساعة الساعة يجيش خطار، أو تحتاجين إيش قد حلو بالسلطات تحطيه، وهو السطح فارغ. أجي العالم كله هسه يعني دا تسوي بالسطح حدايق، هواية أنا دا ألاحظ وأشوف يسوون حتى قعدات، مو بس يسوون حدايق، جلسات تخبل. فإن شاء الله يا حبيباتي تستفاديتوا من هذا الفيديو. أتمنى اللي عندها سؤال تسأل، ترى السؤال حلو، واحد يستفاد من خبرة الآخرين. أنا إيش قد ما أشوف نفسي عندي صارت خبرة بحكم يعني العمل مالتي، إنه أنا دائما أزرع وأخسر وأزرع والحمد لله صارت عندي خبرة. مع هذا أنا أتعلم من غيري، أبقى أتعلم. فأي سؤال عندكم أنا إن شاء الله أجاوب على أسئلتكم. ولهنا يخلص الفيديو وياكم حبايبي، أتمنى استمتعتوا واستفاديتوا. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. هذا الياسمين الأزرق إيش قد حلو يخبل. هاي العنب بعد صغيرونة، إن شاء الله سنة الأخ تقوم تشيل. قد حلوة. هاي ناخذ منها جل للشعر. قد حلوة ما شاء الله. هذا شو الريحة؟ الواحد يريد يرش عليه مي يطلع ريحة تخبل. يعطل الحديقة بريحة طيبة. والله خوش زرعة فيها ماما. أو مو تعزرع وش نزرع طماطم يا رب. إن شاء الله. يلا أجيب لازم الزميجة. أجيب لها الزميجة. هاي سير نسوي هيك سياج على مود نقدر نقعد هنا. ما يشوفوها. هاي دنيا مو كاربس، ريحتها تخبل من اللي ترشين عليها مي. بلا ديروا بالكم تزرعون الكاربس، يؤذي المجاري، يؤذي اساس البيت، وهذا اثبته يعني بكل دول العالم اصلا يسمونه